حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. الله يبارك فيكم. ربما أزعجناكم بكثرة الاتصالات شيخ وصيل عباس. لا ليس إن شاء الله. أعيد السؤال. يعني الإخوة هنا في دار الحديث بمعبر يريدون يعني أن يسمعوا شيئا من توجيهاتكم وإرشاداتكم فيما يخص يعني بمكوثهم لمواصلة طلب العلم في دار الحديث بمعبر بعدما حصل من كلام. بعدما حصل ماذا حصل؟ يعني من كلام في شيخهم الشيخ الإمام. يعني تكلم بعض المشايخ على أي شيء تكلموا، هل في دينه وإيمانه أم بشيء آخر؟ بارك الله فيك. يعني تكلموا فيه بسبب التوقيع على تلك الوثيقة. على كل حال أقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا أخوكم وصي الله محمد عباس في مكة. أقول لكم إن الشيخ الإمام لم يكفر بهذه الوثيقة. لا شك أنه رجل ثابت على منهجه ولم يغير ولم يبتدع، ومنهجه السلفي واضح. وإذا تكلم بعض المشايخ في اتفاقيته فاتركوا هذه الاتفاقية بيني وبين المشايخ، أنتم بجانبه ترون حقيقة حاله وتعرفونه إن شاء الله بصلاحه وعلمه وأخلاقه وإخلاصه للسنة. كل هذا معروف لديكم. هل تشكون أنتم في هذا الشيء؟ لا أظن. بلا شك بلا شك. فكما كان أولا وهو باقي، فكيف يفكر بعضكم أنه لأجل قول بعض المشايخ وهم بعيدون عنهم وعنكم، أو بعيدون عنه عن الشيخ وعنكم، آني الذين تكلموا على الشيخ الإمام، فكيف تتركون هذا الشيخ الكبير وتفكرون أن تتركوا بعدما كابدتم، تتركوا اليمن والمعبر ودار الحديث بعدما كابدتم التاب وتركتم أهلكم وبلدكم، ربما تلاقون صعوبات حتى هناك. كيف يعني ترضون أن تتركوا وتذهبوا وترجعوا إلى بلادكم أو إلى مكان آخر؟ وأقول لكم المشايخ لم يصرحوا من أنه لا يؤخذ من الإمام العلم. ما أظن تكلم أحد بهذا. ولذا على كل حال نوصيكم أن تكونوا كما وصلتم من هذا المكان البعيد في اليمن في المعبر، فاثبتوا هناك واجتهدوا في الطلب والتحصيل بالإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله إن شاء الله. أخوكم وصي الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله إن شاء الله. يعني هذا التسجيل يعني يسمعوا الإخوة هنا في معبر فقط أم ينشر أكثر من هذا؟ لا، ولو نشرتم في الدنيا ما يضر إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك فيكم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا، نحن أبناؤك من بلاد تنزانيا في دول إفريقيا، معنا بعض أسئلة يا شيخ. والله يا أخي صعب علي الآن ما أقدر. وإيش الأسئلة؟ خلي هناك مشايخ موجودين في اليمن، خذوهم، شيخ إمام وشيخ عبد الرحمن العدني، الله يبارك فيه. نعم. جزاك الله شيخ خيرا يا شيخ. لكن أنا أخاف أنك تسأل أسئلة، تسأل أسئلة ليس في سالة إخواننا أهل اليمن، ولذلك يسألهم هم بنفسهم، الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا يا شيخ. لكن هذه الأسئلة يعني تتعلق بتلك الدولة البعيدة الإفريقية يا شيخ. هناك ناس يحتاجون بعض التوجيهات منكم يا شيخ. ايش السؤال مثلا هناك واحد من الطلبة المستفيدين ممن تخرج من جامعة إسلامية يحذر من الدراسة في دار الحديث بالفيوش، ويسمي الدارسين فيها بعد الفتنة الحاصلة بالمفتونين، وحصل بذلك الفتنة الكبيرة في البلاد والتقاطع والتهاجر. فيريدون الإخوة الإرشاد من العلماء، هل هذا صحيح؟ وهل ما هو الموقف الصحيح من هذا الأخ؟ طيب لماذا يمنعون؟ ما هو السبب؟ قل لي أنا إن شاء الله أجاوب. أيوة. السبب يقول حصل التحذير من بعض العلماء من المملكة العربية السعودية من مركز الفيوش. السبب هذا.
وأنا على كل حال إذا سألتني نصيحة فإن شاء الله ولو حصل من بعض مشايخنا حفظهم الله تهذير، لكن والله نقول أنتم خسرانين إذا تركتم الدراسة عندهم بعدما وصلتم هناك، وهم الحمد لله ما غيروا دينهم وعقيدتهم وتوحيدهم. هل وجدت أنت أنهم غيروا شيء؟ لا، إنما أنا لأجل أنه وافق على التوقيع أو شيء، لا ينبغي أن يكون هذا إن شاء الله سببا لهجرهم. لو كان هناك مشايخ كثيرين نقول يتكلمون فيهم، لو كانوا وقعوا في مثل ما وقع إخواننا أهل اليمن لكفروا يمكن. وبذلك نقول إن شاء الله أنتم أثبتوا على من توليه، والذين يحذرون من البلاد هداهم الله تبارك وتعالى أنهم ينصرونكم يخرجونكم من هناك بعدما دخلتم، ولا تجدون دراسة في غير هذا. لو كنتم جيتم في المملكة وقال أحد أخرجوا، ما كنا نقول كذلك، لا نقول أخرجوا من هناك، وأنتم اثبتوا ودرسوا وتعرفون أنهم الحمد لله على التوحيد الخالص وعلى بعض التوريات وكذا حصلت منهم للاستطاعة تقية تقاتل من هؤلاء. فهذا إن شاء الله لا يخرجهم من السلفية الخالصة ولا ممن يستفاد منهم من السلفيين. نعم، جزاك الله خيرا يا شيخ. فكونوا أنتم هناك وادرسوا، وأنا أدعو الإخوان الذين في بلادكم ويتكلمون فيهم نرجو منهم أن يسكتوا عن مثل هذه، وكل واحد يستفيد من الذين يعني إن شاء الله يعطونا دروس التوحيد ودروس الحديث، ولم يختلف عليهم شيء مطلقا، وأنتم مجربين تعرفون وترون أمامكم، لا يمكن أن تقولوا أنهم غيروا. والله يهدي هؤلاء الإخوان. في سؤال بس بحرف واحد، هل يصلح يقال لمن بقي في الفيوش أنه ضد مواقف العلماء الكبار؟ ماذا قالوا؟ قالوا أننا ضد مواقف العلماء الكبار لأننا بقينا في الفيوش بعد هذا التحذير. لستم أنتم ضد علمائكم، علماء الكبار إن شاء الله، أنتم تعرفون مصلحتكم وتنظرون إليهم، ولستم إن شاء الله لو سئل هؤلاء المشايخ. هناك بعض الإخوان هداهم الله بدأوا يتكلمون ويحذرون من الشيخين محمد بن عبد الوهاب والصابي حفظه الله، ويتكلمون كذلك على الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله. فما يعني بناء على كلام صدر من بعض طلبة العلم الصغار، فما هي نصيحتكم لهؤلاء الإخوة يعني وجزاكم الله خيرا؟ أقول أنت سألت أو قلت إن هناك ناسا يتكلمون على الشيخ عبد الوهاب والوصابي والشيخ عبد العزيز البرعي، وهم كذا يتكلمون بأي شيء؟ يعني يحذرون، يعني مثلا الشيخ محمد الوهاب والوصابي يحذرون منه، يعني بناء على كلام صدر من طلبة العلم. يعني أنا سأسمي مضطر أسمي بعضهم مثل هاني أتكلم في وصلهم كلامه. نعم، أقول هل وصلهم كلام أحد من المشايخ فيهم؟ نعم، يعني يبنون تحذيرهم على كلام صدر من بعض طلبة العلم من أمثال هاني بن بريك وبعض. أنا الذي يقول إن هؤلاء الذين يتكلمون في هؤلاء المشايخ عبد الوهاب الوصابي وكذلك عبد العزيز البرعي وحتى محمد الإمام، أنا أقول أن نخاف الله تعالى فيهم، وناس أصحاب العقيدة الصحيحة جزاهم الله خير، والذين يتكلمون فيهم يأثمون عند الله، وإن ثم يكونوا يعني مخطئين عند الناس أيضا. بالحقيقة هذا ظلم ينبغي أن لا تسمعوا، وهؤلاء جزاهم الله خير علماء فاضلين من أهل اليمن وبهم قامت السنة بفضل الله تعالى في اليمن، فالذين يتكلمون مساكين هؤلاء مقلدين ما يفهمون، إذا تكلم أحد كلمة يطيرون بها، وقد يكونون لا يعرفون معنى الجهر والتعديل وإليه تكلم وكلام من هذا النوع. فأنتم لا تسمعوا كلامهم واحترموا المشايخ هؤلاء، وأيضا استفيدوا منهم إذا قدرتم. نعم، بارك الله فيكم. أردوا قتيلا من هم؟ الحمد لله الذي قبض عليهم، لكن ماذا نستفيد لو قتلناهم؟
لأن ذهابه يساوي مئات من هؤلاء المفسدين الذين قتلوه، ولو قتل هؤلاء بدله. فعلى كل حال اللهم اغفر له وارحمه. ونحن نعرف أن هؤلاء رموز السنة في اليمن، هو ومحمد الإمام أيضا، وله عذره فيما كان قد وقع معهم خوفا من مثل هذه الحوادث، الله المستعان. وجاز للإنسان أن يكون في مثل هذا أن يتنازل شيئا ما. فالآن شوفوا يقولون أنه كان قد تكلم قبل 4 أيام فقط أو 3 أيام، تكلم بالجهاد وأنه يجب أن يكون تقاتل هؤلاء إلى آخره. فعلى كل حال سمعنا هكذا. ثانيا يقولون من جملة ما قالوا أنه هو الذي صلى لما صلى الشيخ سديس الله يحفظه: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قالوا في الفجر هو صلى بنا بهذه الآية. وآخر في صلاة الفجر الظاهر آخر الدروس التي كانت سبحان الله ديات القتل، آخر الدروس التي قام بأنها وثم القتل. فعلى كل حال نحمد الله تبارك وتعالى أن يرفع درجاته في عليين. وأما من يطعن فيه بعد مماته يعني فننصحهم أن يمسكوا عن لسانهم ولا تذكروا إلا ما حسن موتاكم ولا تأثموا بذكره بسوء. حتى سمعت أن بعض الناس سبحانه كيف تطيب أنفسهم بهذه السورة، يقول هلك، ما يقول المعنى هلك ولم يتب. من أي شيء يتوب؟ من أي شيء؟ هل هو كفر؟ هل هو يعني خرج عن السنة والتوحيد وغيره؟ كان يربي طلاب من أقاصي الدنيا، هؤلاء هم الذين ورثوا جهد الشيخ علم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جهد الشيخ مقبل، والحمد لله ماشيين على خير. فإذا كان يريدون الشر معهم أو يحقدون عليهم فندعو الله تعالى أن يهديهم فقط، وإلا يعثمون كثيرا والله أعلم. فينبغي أن لا يتكلموا إلا بخير. اللهم اغفر له وارحمه. ونقول للإخوان الذين في مركزه أن تكونوا على ما كنتم عليه من السنة إن شاء الله، وسوف يخرج الله من أصلابه أو من أصلابكم من يكون نائبا لهؤلاء العلماء الذين يذهبون إن شاء الله. اللهم ارحمه، اللهم ارفع درجاته في عليين. والسلام عليكم. ففرقوا بين الأمور، فينبغي أن نتنبه لمثل هذا. فهذا وإن ظهر في الظاهر أنه ولاء، لكنه ولاء تحت الإكراه. ويلحق بهذا من أجبر على كتابة شيء من المسلمين أو قول كلمة. ونلاحظ هذه الأيام حملة شعواء على بعض الإخوة من علماء اليمن، وهم مضطهدون تحت قهر الحوثيين، وربما قال أحدهم أو بعضهم كلمة يتخلص بها من أحد أمرين: إما القتل وإما إغلاق جميع الدروس في دور الحديث الموجودة في تلك البلاد. نسأل الله أن يحررها كما حرر بقية المناطق، وهو حاصل بإذن الله قريبا على أيدي المجاهدين من دول الخليج ومن معهم من إخواننا في اليمن. نسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يسدد سهامهم، وأن يجزي حكامنا خير الجزاء على اتخاذ هذه الخطوة المباركة لحماية بلادنا أولا، بلاد دول الخليج المسلمة، ولرفع الظلم عن إخواننا في اليمن ثانيا. وهذا والنصر قريب بإذن الله تبارك وتعالى. أقول لا تجوز هذه الحملة الشعواء على هؤلاء العلماء بسبب ما فعلوه ضرورة أو قالوه ضرورة هم أنفسهم مضطرون إليها. وقد ناقشت بعضهم في هذه القضية فأخبرني بالواقع الذي يعذرون فيه. فلا إياكم أن تشاركوا في مثل هذه الحملات على هؤلاء الإخوة، بل يجب أن نجتهد في
رأب الصدع بينهم وجمع كلمتهم على الحق والهدى. وإن شاء الله قريب نرجو الله أن يكمل تحرير بقية مدن اليمن فتنتهي هذه المشاكل كلها بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن المهم ألا نفرط في الحملة على إخواننا الذين قد يكونون معذورين في بعض ما اتخذوه من كلمات، ما قالوه من كلمات أو كتابات أو نحو ذلك. إذن هذا ولاء جائز عند الإكراه، إما بالتهديد في النفس أو المال أو العرض أو نحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة 15 من شهر شوال عام 1435 هجرية، أقول هذه الكلمة والمتعلقة بالوثيقة، وثيقة الصلح التي بين الشيخ محمد الإمام وبين عبد الملك الحوثي. لي بعض النصائح والتوجيهات. أولا لطلاب العلم وللعامة: عدم مسابقة العلماء، وتكون قاعدة لهم في كل النوازل بالنسبة العامة وللطلاب: عدم التقدم على أهل العلم، وإنما يتأدبون بالآداب الشرعية، يسكتون وينتظرون كلام علمائهم من أهل السنة والجماعة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والعلماء هم ورثة الأنبياء، فكما أن الصحابة رضي الله عنهم نهوا عن التقدم بين يدي الله ورسوله، فكذلك من جاء من بعد الصحابة ينهون عن التقدم بين يدي علمائهم، حتى يكون أول من يتكلم هم أهل العلم وليس الطلاب ولا العامة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأنكر الله عليهم كونهم يذيعونه، وأمرهم أن يعيدوه إلى أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولما جاء الأخوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الأصغر منهما أن يتكلم، سكته الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: كبر كبر، يعني ليتكلم أخوك الكبير. هذه من الآداب الشرعية أن الطلاب لا يتقدمون. وكونه حصل في فتنة أبي الحسن وفي فتنة الحجوري من تكلم من الطلاب، وذلك لأن أبا الحسن هيج الطلاب على أهل العلم، وكذلك فعل الحجوري في فتنته هيج الطلاب على أهل العلم، فكان جزاؤهما
أن يتكلم الطلاب ممن هم مع أهل العلم، كما قال الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإلا فالأصل هو هذا، أن الطلاب ما يتكلمون بين يدي علمائهم. وحتى لو طلب الشيخ من تلميذه أن يكتب مقالا، الشيخ بشر ما هو معصوم. يقول له الشيخ، يقول له التلميذ: يا شيخي أنت شيخي وتعز علي، ولكن أرجو أن تعذرني. المقام ما هو مقام الطلاب ولا مقام العامة، هذا المقام مقام أهل العلم. كبر كبر، يذكروا بالحديث ويذكروا بالآيات، كبر كبر. حتى لو قال الشيخ: اكتب وأعرضه علي، قل له: لكن سينشر باسمك لا باسمي. إذا قال: لا باسمك أنت، يقول: لا، كبر كبر. فخروج الكلام من العالم أولى من خروجه من الطالب. نحن لا نقصد في هذه المسألة فقط، وإنما يكون منهج لأهل السنة والجماعة أن هذه الأمور لا يتصدر لها الصغار، وإنما الكبار. كبر كبر، والبركة مع أكابركم كما جاء في الحديث. ولأن الصغير قد يشعل النار بخلاف الكبير. الكبير إذا دخل في الموضوع واستعان بالله وسأل الله التوفيق والسداد والرشاد فعسى أن يوفق. هذا الذي نطلبه من إخواننا طلبة العلم جزاهم الله خيرا، والعامة والرجال والنساء، عدم التقدم على أهل العلم، ولزوم الأدب، وعدم العجلة بحيث يبقى الطالب متردد على الشيخ وعلى العالم. قال: اكتب، نزل، قل. يا أخي هذا شيخ، هذا ما هو ابنك ولا هو أخوك ولا هو تلميذك تصدر له الأوامر. هذا أيضا من سوء الأدب. اهدى، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. نحن أهل الكتاب والسنة، أهل المنهج السلفي الصافي النقي، نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والخير كل الخير في اتباع الكتاب والسنة. لزوم الأدب من الطلاب على مختلف المستويات، طالب مبتدئ، طالب متوسط، طالب في المرحلة الجامعية، مهما كان يتأدب الجميع مع مشايخهم ومع علمائهم. وكما قلت لكم معتذرا عن كلام الطلاب في الفتنتين السابقتين، لأن أبا الحسن ولأن الحجوري هيجوا الطلاب، فكانت تلك الإساءة منهم أن تقابل بمثلها، وجزاء سيئة مثلها. فتكلم الطلاب الذين هم مع المشايخ، ومع ذلك يرجى منهم في تلك الحالة أن يكون الكلام بعدل وإنصاف وعلم،
كما قال الله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه النصيحة الأولى أوجهها لطلاب العلم ولعامة الناس في كل فتنة، وأن يكون منهج لهم، ويكون موقفهم فقط هو الرجوع إلى أهل العلم والانتظار وعدم التقدم، وأيضا عدم إزعاج العلماء. هذا أيضا من الأدب، عدم إزعاج العلماء. نزل، افعل، اكتب، إلى متى؟ العالم ينظر المصالح والمفاسد وماذا يقول وماذا يرتب. والحمد لله المشايخ عندنا في اليمن جزاهم الله خير على خير، وهم ينظرون في هذه المسألة بعلم وببصيرة. ما كان من هذه الوثيقة يوافق الحق والشرع وهم يقرون بذلك، وما كان منها فيه مخالفة للشرع فيطلبون أن هذه المخالفة تزال. فعندهم نظرة طيبة جزاهم الله خير، وهم كما يفعلون في كل فتنة يعودون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. النصيحة الثانية أوجهها لأهل العلم جزاهم الله خيرا من أهل السنة والجماعة، ألا ينسوا مواقف الشيخ بن باز رحمة الله عليه في تعامله مع المخالف، وفي تعامله أيضا مع السني إذا أخطأ، في تعامله مع المخالف من أصحاب البدع والأهواء، وفي تعامله مع السني إذا أخطأ. والحمد لله مؤلفاته موجودة ونصائحه وتوجيهاته موجودة ومليئة بهذا الخير. وحتى لا نعدم بن باز آخر في عصرنا، فنذكر العلماء أن عصرنا هذا ما نحب أن يعدم من أمثال الشيخ بن باز الذي كان أبا رحيما للجميع. ما كان يأمر الطلاب أن يكتبوا، وإنما هو يتولى هذا بنفسه، لا داعي أن يقال لطالب اكتب وافعل، كان يتولى هذا الأمر بنفسه وينزل الناس منازلهم، فإن كان المردود عليه من أهل البدع والأهواء فله كلام آخر، وإن كان المردود عليه من أهل السنة والجماعة أخطأ في مسألة من مسائل له أسلوب آخر يتناسب مع مقامه ومع فضله ومع علمه ومع دعوته. هذه هي النصيحة الثانية أوجهها في هذه الليلة، وإن شاء الله بقية النصائح والتوجيهات أمامنا بإذن الله. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. في مكة في أول ما نشرت هذه الوثيقة أو بعد رجوعي من مكة أن الكلام في هذه الوثيقة في أمرين: الأمر الأول في المقصود منها وهو الصلح، والأمر الثاني في الفقرات والعبارات التي وردت فيها. أما بالنسبة للأمر الأول وهو ما يتعلق بالمقصود من هذه الوثيقة،
وهو إجراء الصلح مع الحوثيين، فلا خلاف بين أحد من أهل العلم والعقلاء أن هذا أمر مطلوب نظرا لضعف أهل السنة وغلبة أولئك وهيمنتهم ووجود من يدعمهم دوليا ومحليا، فصاروا شبيها بالدولة، شبيها بالدول. فلا لا 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 كلام في عقد الصلح مع الحوثيين في حقن الدماء، هذا ليس محل تنازع. حتى العلماء والآباء الذين في المملكة لا ينازعون في هذه المسألة، لكن المحل الانتقاد في العبارات التي وردت في هذه الوثيقة، وهي عبارات باطلة، كون الدين واحدا والكتاب واحدا والسنة واحدة أو العدو واحدا، وأن ليس هناك خلاف إلا في الفروع وليس هناك خلاف في الأصول. لا شك أن هذا باطل، والذي أعتقده أنه يجب على الشيخ الإمام حفظه الله أن يبين ما في هذه الوثيقة من الباطل، لكن في الوقت المناسب. في الوقت المناسب. المكروه حصل أنه وقع على هذه الوثيقة بما تضمنته من هذه الجمل الباطلة، لكن والله أعلم لمن يعايش أحوال اليمن يعرف أن الشيخ الإمام ومن معه من الطلاب والمشايخ في وضع لا يحسدون عليه، فإلغاء الوثيقة معناه فتح المجال هجوم الحوثيين وحصول الشر والحرب. فوالله أعلم أن الشيخ الإمام مدرك لهذا، وأنه متى ما سنحت له الفرصة يبين ما فيها من باطل، لئلا تكون وثيقة تاريخية محسوبة على أهل السنة يستدل بها أهل الباطل في نقدهم وهجومهم على أهل السنة. هذا الذي نعتقده، أن الواجب على الشيخ الإمام أن يبين ما فيها من باطل، لكن في الوقت المناسب. وهذا القدر والله أعلم ما أظن أحدا منصفا ينازع فيه ممن يعرف أحوال اليمن وما يجري في صنعاء وما يجري في معبر وفي ذمار. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله. قال: ما هي آخر أخبار الشيخ الإمام؟ هل تراجع عن بيانه؟ وهل مشايخ اليمن حاليا يناصحون؟ ما قولكم في الذي يطعن في الشيخ الإمام؟ لقد تكلم الشيخ الإمام في ورقة وهي نزلت صوتيا وخطيا، وكلامه جيد يرجع إليه من أحب أن يرجع إليه، وهو يناصح طلبة العلم بالاشتغال بما ينفعهم، ويحثهم على طلب العلم والدعوة إلى الله، وألا يطعن أحد في أهل العلم بسبب الدفاع عن الشيخ الإمام. نعم. ومن طعن في أحد من أهل العلم، ولا شك أن الشيخ الإمام يعني بأهل العلم الذين تكلموا فيه. قال: من تكلم في أحد من أهل العلم فأنا أبرأ إلى الله من كلامه، وهو إنما يمثل نفسه. ثم قال في آخر كلامه: فمن عرف واقعنا فعذرنا فذاك، ومن تكلم فينا فلا يسعنا إلا الصبر. فالشيخ الإمام ما به رغبة في منهج الروافض ولا رغبة عن منهج أهل السنة، ولكنه وقع على تلك الورقة اضطرارا لا اختيارا، وهو على ما نعلمه عنه من المنهج السلفي، على ما هو عليه من الدعوة السلفية. وهذه وثيقة كانت لقطع لماذا بارك الله فيكم؟ كانت لتفويت فرص على متربصين يريدون الشر، وانتقاد أهل العلم الذي انتقدوه على بعض البنود في الوثيقة انتقادهم انتقاد سلفي صحيح، ولكن
ينبغي أن يقدروا وضع الشيخ الإمام، ينبغي أن يقدروا وضع الشيخ الإمام. نعم، والأمور الله أعلم أين تصل عواقبها، والأمور تشتد شيئا فشيئا. وبالأمس أوجد الحوثيون معتصما في معبر على أنه ضد الدولة، ومخيمات وأناس مقاتلون يتوافدون إليه بحجة أنهم ضد الأسعار، وهم يحشدون للقرب من صنعاء، والله أعلم كيف تتفجر من هنا ومن هناك. فلهذا الذي يعرف وضع البلاد يستطيع يقدر الحال. بعضهم يقول هذا افتئات على الحاكم، هذا افتئات على الحاكم، كيف يوقع هذا الصلح دون إذن الحاكم؟ أقول أنت لا تعرف وضع البلاد، وضع بلادنا خارج نفسك، وضع بلادنا خارج نفسك، انظر لنفسك حلا، والدولة لا هي حولك ولا لا اعتراضا ولا مناصرة، لا اعتراضا ولا مناصرة، كل واحد خارج نفسه. فلهذا بارك الله فيكم لا إنكار على المسائل التي ذكرها المشايخ في الإنكار على الوثيقة، ولكن من عرف وضع البلاد وعرف حال الناس قدر الحال وقدر الوضع. نسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن. أما بعد، فهذا اليوم هو يوم الأحد 23 من محرم لعام 1436، ونحن في مسجدنا المبارك في دار الحديث بمفرق حبيش. أحب أن أنبه على بعض المسائل، فأقول وبالله التوفيق. سمعنا كلمة للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري مضمونها تناوله للشيخين الفاضلين محمد بن عبد الله الإمام وعبد الرحمن بن مرعي العدني. وكلامه في الشيخ الإمام بالنسبة فيما يتعلق بالوثيقة، فقد تكلمنا في غير ما مناسبة بما يشفي ويكفي وما يقربنا إلى الله عز وجل. وواقع اليمن ذاته جواب كاف عن تلك الوثيقة. لكن قال الشيخ إنه قد ثبت لديه أن الشيخ محمد بن عبد الله الإمام جمع الذين كانوا ذهبوا إلى كتاف وأعلمهم أن الحوثيين طلبوا تسليمهم، وقال صدقك وهو كذوب. أولا اتصلت بالشيخ الإمام في هذا اليوم وسألته عن هذا الأمر، فقال هذا كذب، ما حصل قط ولا استدعيتهم، وهم مجموعة من الطلبة هادئون، ولم يحصل أن استدعيتهم قط، ونفى ذلك نفيا تاما. فعلى هذا ليعلم الشيخ أن الناقلين إليه غير صادقين. وقوله صدقك وهو كذوب
كبيرة والله. اتق الله يا شيخ. كذوب صيغة مبالغة، أي أنه قد ثبت لديك كذبة تلو كذبة تلو كذبة حتى تكاثرت، فانتقل من كذب ويكذب وكاذب إلى كذوب، بمعنى أنه تواتر عنه الكذب. هل تستحضر الحكايات التي أوصلته إلى صيغة المبالغة؟ ما هكذا تورد يا سعد الإبل. وهذه بينك وبينه وبين الله عز وجل. الأمر الثاني، إن السامع لكلام الشيخ عبيد يعلم أنه مغتاظ من الشيخ الإمام بسبب ما حصل في قضية الوثيقة، وغضب منه وساءه وتكلم وجرح فيه بسبب الوثيقة. ولكني أقول لكم الأمر ليس هكذا. الشيخ عبيد ليس براض عنه ولا عن مشايخ أهل السنة من قبل الوثيقة، ويقول بيتي حرام على الشيخ الإمام، يعني عندما جاء إلى الحج ولم يذهب إليه أن بيته حرام عليه. استمع، في حج عام 1434 في الحج قبل الماضي كنا في المدينة أنا والشيخ الإمام والشيخ الدماري والشيخ الصوملي، وأظن الشيخ عثمان السالمي كان معنا، والتقينا ببعض المشايخ وطلبنا من عرفات، وأظن إن لم تخن الذاكرة أن محمد غالب كان معه، أن ينسق لنا زيارة إلى الشيخ عبيد الجابري. فذهب ورجع وقال الشيخ يعتذر لأنه مريض. هذا في النفس ما فيها، نحن قادمون من بلد آخر، ومشايخ المراكز مراكز أهل السنة في اليمن، ولو كان مريضا إلا أن يكون مرضا لا تصلح معه الزيارة. على كل حال قلنا لعرفات نجعلها عيادة مريض وزيارة عالم. فذهب واتصل بي وأنا مع المشايخ وقال لي يقول الشيخ لا تأتوا إليه، أنتم ما تقبلون النصيحة. الكلام ما هو من الآن، لا تأتوا إليه أنتم ما تقبلون النصيحة. والله يا شيخ نقبل النصيحة، لكن التقليد لا. لو كنا سنقلد ما هناك داعي أن نطلب العلم. إذا كان الإنسان لابد أن يكون مقلدا لا داعي لطلب علم، يبقى مقلدا متى ما احتاج إلى مسألة سأل من يعلم وعاش هكذا ويكفي. أما وقد طلب العلم ويبقى مخزوما يجر بأنفه، هيهات هيهات. فعلى هذا نحن بذلنا الذي بوسعنا وأردنا رأب الصدر، وكنا نشعر أن شيئا ما في نفسه أردنا أن نتناسى هذا كله بزيارته، لكنه واجهنا بهذا. فالكلام ليس بسبب الوثيقة. الوثيقة في 28 شعبان 1435. نعم 36 36 35. نعم. وكلام الشيخ عبيد بعد ذلك، ونحن في الحج الذي قبله، يعني الأمر سابق. فعلى هذا بارك الله فيكم سكتنا وكأننا لا ندري بشيء، وغضضنا الطرف وقابلناها بالصبر والاحتمال حتى لا يشمت بنا أعداء السنة. فهذا لفت نظر إلى أن القضية أكبر من قضية الوثيقة، وأن الأمر سابق لذلك بكثير. قضية أخرى وهي
أنني أقول للشيخ عبيد ولغيره من المشايخ في المملكة: أؤكد لكم أن التقارير والأخبار التي تصلكم عن اليمن تفتقد المصداقية والواقعية. اقبلها هكذا وستذكر ما أقول. لا تستغرب عندما تسمع هذا الكلام ستستحضر أسماء الذين ينقلون إليك، ولا تتوقع أن يكون كلامي هذا متنزلا عليهم، لكنني أؤكد لك أن التقارير التي تصل إليكم تفتقد الصدق والواقعية. وما قاله الشيخ عبيد أنه ثبت لديه عن الشيخ الإمام مثال على ذلك. وعندما تنزل منكم بعض الفتاوى مبنية على تقارير وصلتكم إلى اليمن، والله يستغرب طلبة العلم من الكلام الذي ينزل منكم، لأن واقعنا يأباه ولا يتفق معه. ليس طعنا فيما تفتون به، ولكن للتقارير التي تصل منكم. نعم بعض الكلام في تحمل كما سمعتم، لكن كثير من الأشياء، ولا أحب أن أخوض في التفاصيل أكثر، لكن أؤكد لكم أن الأخبار والتقارير التي تصل إليكم من اليمن مغلوطة، ويغرر بكم الناقلون. والمشكلة أن الله كتب لهم القبول عندكم، فنصل إليكم، فبدلا من أن تسمعوا منا تملوا علينا إملاء افعلوا ولا تفعلوا مبنيا على التقارير، وتأتوننا بكلام غير قابل للنسخ ولا للتبديل قطعا، ونحاول إيضاح الأمر لكم وإقناعكم، ولكنكم تأبون وتصرون على من بنى لديكم من التقارير الخاطئة أو الكاذبة. فلهذا ماذا نفعل؟ ما كتب الله القبول عندكم، ما كتب الله لنا القبول عندكم، فتحتم آذانكم لشباب، والقائمون على الدعوة في اليمن لم تلتفتوا إليهم، فتحملوا نتيجة أن الكلام الذي ينبني تبنون عليه، أن الكلام الذي يصدر منكم لا يكون له الصدى الواقعي، لأن الناس يقيسونه على الواقع فيجدونه خلاف ذلك. فلهذا أقول لكم لا تلتفتوا إلى التقارير التي تصل إليكم من شباب، وتهملوا مشايخ قامت الدعوة على رؤوسهم، حملوا همها ليلا ونهارا. نعم، ليست النائحة الثكلى كالنائحة الساجرة. نعم، انظروا هؤلاء الشباب الذين ينقلون إليكم ما هي دعوتهم، أين دعوتهم، أين ثمرتهم، أين جهودهم. فأنا ألفت نظركم إلى هذا. وبعض الكلام قد لا يقبل حال غضب، حال اقتناع بأمر، لكنك ستفهمه يوما ما وسيظهر لك يوما ما. قضية أخرى، تكلم الشيخ عبيد عن الشيخين محمد بن عبد الله الإمام والشيخ عبد الرحمن بن مرعي العدني. هذان الشيخان مركزاهما أكبر المراكز، يخرج من مركز معبر أكثر من 300 خطيب يوم الجمعة، وتقول لا يصلح للدعوة. من الذي ربى هؤلاء؟ من الذي علمهم؟ كيف وصلوا إلى هذا المستوى؟ إضافة إلى أنهم قائمون بدعوة غزيرة وعظيمة جدا، فكم من طلبة للعلم تفرقوا في البلدان وثبتوا في بلدان أخرى، بلدانهم وغير بلدانهم، خرجوا من دار الحديث بمعبر. سل الجبال اليمنية والشعاب والوديان والقرى والمدن،
لتنبيك عن محاضرات الشيخ الإمام الذي جاب فيها اليمن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. نعم، سل عنه منذ أن نزل معبر وهو يصول ويجول في جميع المناطق اليمنية إضافة إلى الجهود التي يقوم بها طلابه. الشيخ عبد الرحمن العدني كذلك، خطباؤه الذين يخرجون من مسجده منهم من يذهب إلى يافع وإلى أبين وإلى لحج وإلى الضالع وإلى غيرها، يتصل بمركزه أكثر من 100 مسجد في عدن ولحج، طلبة بعقول راشدة وأخلاق وآداب ورفق ولين وهدوء، ما عندهم تثوير للناس ولا عندهم إخراج للناس عن واقع الدعوة السلفية، ما هم أهل فوضى ولا أهل قلاقل ولا أهل فتن. جاء هذا من فراغ؟ جاء هذا من فراغ؟ من يعلم هؤلاء إذا كان الشيخ عبد الرحمن لا يصلح للتعليم؟ من يعلمهم؟ هو الذي علمه، هو الذي رباه. وتأتي إلى مركزه وهو يعني ماذا؟ ترى الكبار دروسهم مستقلة، الأطفال دروسهم مستقلة، النساء ربما يزيدون على 1000 امرأة داخل دار الحديث بالفيوش. هذا ما يعرف ربه، هذا مغفل. هكذا هذا معناه أن التقارير التي عندك خاطئة، أعد نظرا. لكن بعد هذا أقول أنا أسأل الشيخ عبيد الجابري سؤالا مفتوحا لا يحتمل السكوت، لا بد من جواب عليه. نحن في اليمن، أخبرنا من الذي يصلح أن يرجع إليه أهل السنة في الفتوى في النوازل والقضايا الفقهية، ومن الذي يصلح أن يطلب العلم لديه من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. دلنا عليهم، أخبرنا من هم علماء أهل السنة الذين يرجع إليهم أهل السنة وأنت في نظرك أنهم يصلحون مراجع لأن يطلب العلم عندهم من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. هذا السؤال نطلب جوابه. ولكن يعني بارك الله فيكم، نحن بحمد الله عز وجل نعلم بمنزلة مشايخ أهل السنة ونعرف واقعنا، فنحن أعرف ببلادنا وعلمائنا ومشايخنا. ولكن هذا السؤال نطرحه ونلح في الجواب عليه: من هم الذين يرجع إليهم في اليمن في نظره من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب؟ أكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. فقد سمعت كلمة للشيخ عبيد الجابري أحب أن ألفت النظر إلى ما جاء فيها. وحكاية القول أن الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ألقى كلمة أو خطبة كان من جملتها بيان براءة أهل السنة عما يحصل من التفجير لبيوت الله بعد التفجير الذي حصل في صنعاء. ورد الشيخ عبيد بكلام غريب سيأتي التنبيه عليه. وكي يكون الأمر أكثر وضوحا، فما نسينا أن الحوثيين فجروا مساجد لأهل السنة وغيرهم،
وتكلم أهل السنة في حينها في حكم ذلك، وانتشرت خطبهم وأن هذا محرم وباطل ولا يجوز، وكلامهم مدون، أعني مسجل ومنشور. وقبل أيام حصل تفجير في صنعاء، شخص فجر نفسه في وسط المصلين في حارة من حارات صنعاء المكتظة بالسكان من مدن متفرقة ومذاهب مختلفة وأطفال وغير ذلك. هذا مدرس وهذا صاحب دكان وهذا سائق سيارة وهذا كذا وهذا كذا، أناس عوام مجتمعون في مسجد لصلاة الجمعة، ففجر نفسه فيهم وذهب ضحيتها العشرات غير الجرحى. ونعلم أن المسجد من مساجد الشيعة، من مساجد الحوثيين، ومعلوم أننا في أوضاع مضطربة وأوضاع غير آمنة، وهناك من المغرضين من يريد إلصاق ذلك بأهل السنة. فإذا تكلم الشيخ الإمام أو غيره مبينا بطلان ذلك وأن هذا الأسلوب ليس من دعوة أهل السنة ولا من طريقته، ولو فجر نفسه في كفرة أو مشركين أو غيرهم مهما كان، هذه الطريقة ليست طريقة أهل السنة، ولا أعلم عالم من علماء أهل السنة يجيز ذلك، فتكلم بما يبرئ ساحة أهل السنة من هذا الفعل الشنيع. هذا الرجل ما فجر مسجدا فارغا، ولو فجر مسجدا فارغا لأنكر عليه، المسجد مسجد، فكيف إذا كان بطريقة فيها الإبادة الجماعية؟ هذا الذي حصل من الشيخ الإمام، أنه برأ جناب أهل السنة وبرأ ساحة أهل السنة من أن يكون هذا الفعل فعلهم، ودعوة أهل السنة لا تجيز ذلك، وكلام علماء أهل السنة موجود ومدون. فتكلم الشيخ عبيد على هذا الموضوع وعلى الشيخ الإمام بكلام عجيب وغريب، وقال إنه ليس بشيخ بل خيش، وقال عن الشيخ الإمام حيوان ثور حمار البدع أجهل من حمار أهله. الشيخ عبيد وقع فيما كان ينكره على الحجوري، وقع فيما كان ينكره على الحجوري. ألفنا أن نسمع مثل هذه العبارات وما شبهها من الحجوري، وكان الشيخ عبيد ينكر على الحجوري هذه الألفاظ ويسميها الألفاظ السوقية. فوقع الشيخ عبيد فيما ينكره على الحجوري. وجوابي على هذه الكلمات أن يسمعها علماء أهل السنة وطلبتهم وكفى، ليس عندنا أكثر من هذا. سيسمعها طلبة العلم وسيسمعها علماء أهل السنة، ومجرد سماعهم لها كاف في الرد على الشيخ عبيد. لكن الأمر الذي يتعلق بأكثر من هذا في قضية الدعوة أن معنى هذا الكلام ومعنى الإنكار على الشيخ الإمام
أن الشيخ عبيدا يجيز الأحزمة الناسفة، وهذا خلاف ما نعلمه عنه. لكن هل نعتبر هذه فتوى من الشيخ عبيد في استخدام الأحزمة الناسفة؟ وهل يجيز الشيخ عبيد الإبادة الجماعية للأطفال وللناس عامة على التفصيل المتقدم؟ هل هو يجيز الإبادة الجماعية ويجيز استخدام الأحزمة الناسفة؟ هذا إدخال في الدعوة ما ليس منها. فإن قال أنا لا أقصد فلما تنكر على الشيخ الإمام؟ إذا كان لا يقصد إجازة الأحزمة الناسفة ولا يقصد إجازة العبادة الجماعية فلما ينكر عليه؟ فعلى هذا فجزء من كلامه وهو الإنكار على الشيخ الإمام لا يقصده، وأصبح كلاما لا معنى له. لما تنكر؟ ما مناسبة هذا الوضع؟ وإذا كان السب نصف والنصف الثاني إنكار لا تقصده تعطل الكلام، ما باقي كلام. لما الكلام الأساسي؟ لما هذا الكلام الأساسي؟ فلهذا الشيخ عبيد لا بد أن يبرئ جنابه وأن يبرئ ساحته وأن يخرج هذه المعلومة من رؤوس طلبة العلم، لأن مؤداها يحتمل فتوتين: الأولى جواز الأحزمة الناسفة، الثانية جواز الإبادة الجماعية للخصوم وغيرهم. هو يرى أن هذا ما دام أنه في رافضة يجوز، هذا معنى كلامه. لكن حتى على قول الشيخ عبيد فيهم أسواقهم وليس منهم، فيهم ناس عوام، هذه حارة من حارات صنعاء، حارة من حارات صنعاء. أنت نفسك لا أظنك تجيز ذلك. فلهذا أخرج هذا من عقول طلبة العلم، وإلا فستتحمل مسؤوليته. نعم. وبلغنا أنه قال يحذف السب الذي على الشيخ الإمام. هذه ما هي طريقة. معنى ذلك أنا مقتنع بالسب لكن أحذفه على شيء لا ينتقد علي. كلام ما هو الشيخ ما هو هكذا. يعني ربنا تربية ثانية، رب طلبة العلم تربية ثانية. أما أسب الإنسان ثم أطمسها من ورقة أو كذا وبعد ما أمشي السب على ما أهواه، هذه ما هي طريقة. بارك الله فيكم. فالذي يهمنا ليس السب، السب يحمل وزره هو، لكن الذي يهمنا الدفاع عن أصل من أصول الدعوة ومنهج لأهل السنة، أن أهل السنة لا يجيزون التفجيرات بالأحزمة الناسفة، وأن هذه طريقة جماعة الجهاد التي حذر منها أهل السنة. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين في باب الصبر عند حديث الغلام، تكلم عن الذين يفجرون أنفسهم في فلسطين ضد اليهود، وقال لا نقول عنهم شهداء، عسى أن يعذروا بجهله. قال عسى أن يعذروا بجهله، والكلام مفصل في ذلك الموضع حسب العزو المسموع. فهذا بارك الله فيكم ما أحببت أن ألفت النظر إليه، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن في اليوم 20 من شهر جمادى الأولى. سألني بعض إخواننا عن رحلتنا إلى العمرة، وهل التقينا ببعض مشايخ العلم. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، وبعد. الحمد لله ارتحلنا من اليمن إلى مكة
وأدينا مناسك العمرة في شهر ربيع الثاني والحمد لله، وبقينا في مكة ما شاء الله أن نبقى، والتقينا ببعض المشايخ هناك كالشيخ عبد الهادي العميري، وهكذا التقينا بالشيخ وصي الله عباس وكان في المسجد الحرام. ثم رحلت أيضا إلى الرياض ودخلنا على الشيخ المبارك الكبير صالح الفوزان عافاه الله تعالى، وجلسنا معه في دار الإفتاء قليلا، والحمد لله سألناه عن بعض الأسئلة الفقهية والعلمية فأجابنا على ذلك جزاه الله خيرا. وسألناه عن الوثيقة التي كانت بين الشيخ الإمام وعبد الملك الحوثي، وذكرنا له بعض النقاط التي فيها، فقال ما دام أنه قد وقع عليها ويعني لا يحصل حرب وقتال بين أهل السنة وبينهم، فما دام قد وقع عليها انتهينا. قلنا فبعض الناس ربما ينكر ذلك ويقول هؤلاء كيف يتنازلون، قال ما عليكم منهم، أقبلوا على العلم والدعوة وما عليكم منهم. وقال أيضا الشيخ الفوزان عافاه الله والشيخ الإمام أعلم بحاله. قلنا جزاك الله خيرا. ثم انتهى المجلس والحمد لله رجعنا بعد ذلك إلى مكة، ثم ذهبنا أيضا إلى المدينة ورجعنا إلى مكة والحمد لله، وانتهت رحلتنا. والتقينا ببعض المشايخ الآخرين كالشيخ عبد العزيز الريس، الشيخ خالد الغفيلي عافاهم الله جميعا، ويوصون جميعا بالإقبال على العلم والدعوة ونشرها، ويوصون بالصبر على يعني الدعوة وعلى مواصلة العلم، ويوصون طلبة العلم بذلك، فجزاهم الله خيرا. والحمد لله رجعنا بصحة وسلامة، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى وحده، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والله أعلم. شيخنا بارك الله فيكم. نرجو التكرم بزيادة الوقت إن بقي الوقت للسؤال التالي يا شيخ. شيخنا ما نصيحتكم وتوجيهكم لأهل السنة من أبنائكم وإخوانكم في إندونيسيا وفي غيره من البلاد المسلمين والكفر التي وجد فيها أهل السنة من موقف الصحيح فيما حصل من موقف الشيخ محمد الإمام في توثيقه مع الحوثية، لأننا سمعنا من بعض الدعاة يحذرون ويشددون على شيخنا العلم محمد الإمام، ويقولون أنه بعضهم ينقلون بعض عن كلام بعض أهل العلم بأنه مبتدع ضال إخواني، وبعضهم يقول تجب البراءة من هذه الوثيقة كما يقول العرفات، وغير ذلك مما يدندن بعضهم على ما يظن السامع أن الشيخ محمد الإمام قد صار ليس بسلفي إلى غير ذلك. فنريد التوجيه والنصيحة منكم شيخنا لنا طلاب العلم وأبنائكم، بارك الله فيكم. من هذه الوثيقة هو لم يصرفه، وإنما جاء إليه. فتعرف هؤلاء القوم يعني لهم الآن نفوذ في اليمن وتسلط، وهو بحكمه يظهر حكم المضطر ولدفع الضرر عنه وعن إخوانه. هذا القراءة. وإن كنا يعني هذه الوثيقة نحن لسنا يعني المشايخ في اليمن
هم يقولون هي خطأ، لكن نعذر الإمام من ناحية أنه مضطر. طيب، ومن اعتقد الانتقاد هو مش بعيد صحيح، لكن لا يقال إن الرجل قد خرج من السلفية، فهو ما زال بحمد الله سلفي، والخطأ منبوذ ومردود. لكن مسألة أنه قد صار إخوانيا أو كذا، هذا قول ما هو صحيح. ونحن يعني كما يقال نقول من قال هذا واجتهد من أهل العلم اجتهاده نرجو الله أن يثيبه، لكن هو قول غير صحيح. شيخنا بارك الله فيكم، لو ننصح طلبة العلم بالإقبال على الخير والإقبال على العلم النافع وعدم الخوض في هذه المسألة. نعم. فهم كلهم مشايخ سنة، فما يحتاج أن نطعن في هذا ولا في هذا. نعم. قال: ما رأيك في من يحذب الشيخ محمد الإمام ويقول أن كتابه الإبانة يخدم أهل البدع والأهواء؟ الذي يقول الشيخ محمد الإمام حزبي إما أن يكون جاهلا بمعنى حكم الحزبية أو أنه حادث. ولهذا إذا لم يكن الشيخ محمد الإمام من أهل السنة فلا يوجد في اليمن سني. إذا لم يكن الشيخ محمد الإمام من أهل السنة فلا أرى في اليمن سنيا. هذا ينبغي أن نفهمه. وهؤلاء مدسوسون على الدعوة، الذين يحذبون العلماء الذين قد فتح الله بهم قلوب العباد ونفع الله بهم العباد والبلاد، وهم يريدون إسقاط أمثال هؤلاء من أجل أن يترعرع أهل البدع والأهواء. فهذا الذي يقول هذا القول هو الذي يريد أن يمكن لأهل البدع، لأننا إن أسقطنا علماء السنة الذين حملوا لواء السنة وذادوا عنها ودافعوا عنها وبينوها، من الذي سيكون البديل؟ أهل البدع. فالشيخ محمد الإمام إمام من أئمة أهل السنة، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة في اليمن، فليبلغ الشاهد الغائب. فمن طعن فيه فهو متهم على السنة، من طعن فيه فهو متهم على السنة. وأما الكتاب الإبانة فهو منقول من الكتاب والسنة ومن أقوال أهل العلم، ما جاء بشيء من عنده، وقد مدحه كبار أهل العلم. وقد تكلمت أنا مع الشيخ ربيع هذه في الحج وقلت له: يا شيخ أنت راجعته مرتين، هل وجدت فيه أخطاء؟ قال لا. قلت إذا راجعه مرة ثالثة أو رابعة، وإذا وجدت أخطاء ما هو معصوم. الشيخ محمد مش معصوم ولا كتابه يعني إذا كان الكلام كلامه ما هو قرآن، أما القرآن هو قرآن والسنة سنة. الكلام الذي فيه يا من القرآن يا من السنة يا من أقوال العلماء. فالآيات التي فيه آيات قرآنية ما أحد يستطيع يقول بها شيء، ولا حادث أحاديث. البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشروط من صحيحه أسند قصة الحديبية ومسير النبي صلى الله عليه وسلم إليه وفيها في هذه القصة، في قصة الحديبية قال: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليه منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، إلى آخر الحديث. بماذا علق الحافظ رحمه الله تعالى على هذا الحديث؟ انظروا، قال كما في فتح الباري الجزء الخامس صفحة 35 و300. قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا الحديث جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ غيره. أنا أعرف عن فلان كذا وكذا، طرأ عليه شيء يخالف ما هو عليه، خلاص انتهى هلك. لا. قال: فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها. هذا كلام الأئمة، هذا كلام العلماء من قبل. فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إلى الله. الله أكبر، لا ينسب إلى الله.
ويرد على من نسبه إليها. وقع الإمام على وثيقة التعايش والإخاء. قال بعض الأصاغر أخو الروافض. إخواني هذا كلام يعقل، هذا كلام يستساغ، وردوده على الروافض والحوثة تملأ السهل والجبل. ولكن لا ندعو على إخواننا، لكن ندعو لهم بالصلاح. نقول أسأل الله أن لا يبتليكم بما ابتلي به شيخ الإمام. وبيننا وبين الإمام خروج الحوثة الروافض من البلاد. بعد ذلك قال لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله. والله كأن الحافظ يتكلم على الإمام، والله كأنه يتكلم على الإمام، على الشيخ محمد. قال يقول عبد أخونا هاني، قال سيقول عبد الرحمن لأننا سلكنا طريق الوثيقة. أقول يا إخوة الوثيقة وقعت باختصار يا هاني، الوثيقة وقع عليها الإمام، وانقسم الناس فيها بين من خطأ الإمام وعذره ولم يبدعه، ومنهم من خطأ الإمام وعذره ولم يبدعه كذا. منهم من خطأ الإمام وعذره، ومنهم من خطأ الإمام ولم يعذره ولم يبدعه، ومنهم من خطأ الإمام وعذره وانتهى الأمر. يعني من العلماء من خطأ وعذر الإمام، ومنهم من خطأ ولم يعذره لكن لم يبدعه، ومنهم من خطأ الإمام ولم يعذره وبدعه. أي نعم. طيب أقول الذي خطأ الإمام ولم يعذره وأقصد وبدعه واحد فقط. يا هاني في أمة 1,300,000,000 مسلم واحد خطأ الإمام ولم يعذره وبدعه، وبقية العلماء منهم من عذر ومنهم من لم يعذر، واشتركا جميعا في عدم التبديع. طيب الشيخ عبيد حفظه الله تعالى هو الذي بدع، وخالفه علماء السنة المعتبرين في اليمن والمدينة وغيرها. طيب ما هو وجه الحق في هذه المسألة يعني؟ العبرة بمن؟ العبرة بالسواد الأعظم، صح ولا لا؟ السواد الأعظم من أهل العلم المعتبرين من أهل السنة، لا إلى رأي أحد بس. جاء عند البيهقي وكذا ذكر هذا الأثر الذهبي في السير، قال رحمه الله قيل للإمام أحمد يا أبا عبد الله كان يحيى وأبو عبيد لا يرضيان، يعني الشافعي يشير إلى التشيع وأنهما نسباه إلى ذلك، فقال أحمد بن حنبل لا ندري ما يقولان والله ما رأينا منه إلا خيرا. كذا قال العلماء، ما رأينا من الإمام إلا خيرا وهو معذور. طيب إلى آخر كلامي أقول يا أبا علي هل من المنطق من العقل السوي من الدين أن يفعل بالدعوة السلفية ما فعلتم من تمزيق وتشتيت وفرقة وفوضى وخلاف وهجر وحرب بعد حرب وحرب بعد حرب، كل ذلك لأجل تبديع واحد من العلماء لواحد من المشايخ السلفيين وترك السواد الأعظم من علماء الأمة الذين لم يفعلوا ما فعل الواحد، لم يبدعوا بل وعذروا. أقول عجيب أمركم يا أخانا هذا. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى كما في الموافقات الجزء الرابع صفحة 73 و100 قال فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين. بس وأقف عند هذه ولا أزيد على ذلك. ثم قال أخونا هاني وفقنا الله وإياه لما يحب وارضاه في أتباع العلماء قال فيه فقبح الله صنيعكم يا من تابعتم وأسلمتم زمامكم وخطامكم لمثل هؤلاء المرتزقة باسم الدين. أقول لا إله إلا الله.
أسلمتم زمامكم وخطامكم لمثل هؤلاء، يقصد شيخ عبد الرحمن وشيخ المرتزقة اسم الدين. أقول محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله، ومحمد بن عبد الله الإمام، وعبد العزيز بن يحيى المرئي، والشيخ عبد الله بن عثمان الدماري، والشيخ محمد الصومري، والشيخ عثمان السالمي، والشيخ عبد الرحمن بن مرئي حفظه الله، كل هؤلاء حملت الدعوة في بلاد اليمن من أقصاها إلى أقصاها. كل هؤلاء القائمون الليل الصائمون النهار، الذين ملأت دعوتهم السهل والجبل في بلاد اليمن، كل هؤلاء أصغرهم له أكثر من 30 عاما في الطلب في الدعوة إلى الله عز وجل. كل هؤلاء يا أخانا هاني مرتزقة، كلمة تجري كثيرا على ألسنة السياسيين والمحللين. أعوذ بالله، نعوذ بالله من الظلم والبهتان. كلمة المرتزقة يا أخوان تعني المخربين، تجار المخدرات، القتلة، مصاص الدماء، سفاك الدماء إلى غير ذلك. كل هؤلاء حملة الدعوة، كل هؤلاء من حملة الدعوة في اليمن ورؤسائه في اليمن، كلهم مرتزقة يا هاني. ما عاد شيء معنا واحد يا هاني خلاص نرجع إليه، كلهم ذي مرتزقة. حسبنا الله ونعم الوكيل. كبرت كلمة تخرج من فيك يا هاني، والله حسيبك، وستلقاها بين يدي الله عز وجل. ثم هؤلاء الإخوة من أمثال أخينا هاني قد أشبعون طعنا في الإمام الوادعي. أسألك يا هاني، هؤلاء المرتزقة من الذي أحال إليهم في حال الفتن والنوازل؟ من؟ كبير المرتزقة مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله. لا تقل أنا لا أقسم، لا، قد شبعنا من مثل هذا، من الذي أحال إليه؟ أنتم تطعنون في ثلة المباركة، تطعنون في حملة الدعوة، تطعنون في رموزها، في رموز الدعوة، تطعنون في القمم. ماذا تريدون بصدق بصراحة؟ إلى من يرجع الناس في بلاد اليمن؟ طيب أنا بعد ذلك أقول أرجو من الله أن يوفق بعض إخواننا ليعرض هذا الكلام على العلماء. أنا أرجو من إخواننا ممن سيسمع كلمة هذه أو نصيحتي أن يرفع هذا الكلام الخطير بعلمائنا، وعلى رأسهم شيخنا وإن رغمت أنوف ربيع بن هادي. أريد والله بس أن أعرف ماذا يقول الشيخ ربيع حفظه الله في هذه الكلمة. هل يوافق هاني على أن مشايخ اليمن وحملة الدعوة في اليمن ورموز الدعوة في اليمن مرتزقة باسم الدين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أختم بنصيحة لي ولك يا هاني إلى آخر كلام. وقال حفظه الله تعالى كما في مجموع الكتب المجلد الأول 400 قال: اسمعوا يا أبا علي لعله ينفعكم. أما السلفي الذي يوالي السلفيين ويحب المنهج السلفي بارك الله فيكم، ويكره الأحزاب ويكره البدع وأهلها إلى غير ذلك من علامات المنهج السلفي، هذا ما نعتقد والله في الشيخ محمد الإمام أنه كما قال الشيخ ربيع قال أما السلفي الذي يوالي السلفيين، والله أن الشيخ محمد الإمام يوالي السلفيين ويحب المنهج السلفي، والشيخ محمد يحب المنهج السلفي، ويكره الأحزاب ويكره البدع ويكره البدع ويكره أهلها. هذا ما نعتقده في الشيخ محمد الإمام حفظه الله، أنه يوالي السلفي ويحب المنهج السلفي ويكره الأحزاب ويكره البدع وأهلها. مكتبته، مؤلفاته، طلابه، مركزه، محرابه، منبره شاهدون على هذا. قال الشيخ ربيع: وغير ذلك من علامات المنهج السلفي. ثم يضعف في بعض النقاط فإن هذا نترفق به. اسمع يا أخانا هاني، يضعف في بعض النقاط فإن هذا نترفق به وما نتركه، ولكن ننصحه وننتشله ونصبر عليه ونعالجه. بارك الله فيكم. أما أن يقال من أخطأ هلك، فعلى هذا فلن يبقى أحد. والذين يطعنون الآن فإنهم يقولون عن أنفسهم أنهم سلفيين. اسمع يا أخانا هاني حفظك الله، قال: والذين يطعنون الآن فإنهم يقولون عن أنفسهم أنهم سلفيين، ثم يطعنون في منهج السلفية، وهذا هو الحاصل الآن يا أخوان. صحيح الله.
قال يريدون رفع راية الإسلام ورفع راية المنهج السلفي. أبدا أبدا، هذه قرائن وأدلة على أنهم كذابون متهمون وإن ادعوا ذلك لأنفسهم إلى آخر ما قال. وأختم بهذه الكلمات للشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وقد طالب حفظه الله أن يفتح لنا مستشفيات لمعالجة السلفيين، وخير ما قال، وإذا فعل خير ما فعل. قال الشيخ ربيع ينبغي أن نفتح مستشفيات، الذي يمرض من السلفيين نعالجه ما نخسره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الذي يمرض من السلفيين ينبغي أن نعالجه ما نخسره، نفتح مستشفيات نعالج. العلماء قبلنا كانوا يعالجون الأمور، يعالجونها، اسمع يا هاني، يعالجون الأمور، يعالجونها، يرحمون الناس ويتلطفون بهم، ونحن نتلطف ونرحم السلفيين. الحمد لله الذي هدانا أو هدى الناس للسلفية، وإذا مرض لنا واحد نعالجه. ثم قال أنا أعرف كثيرا من الشباب السلفي الآن لا يترك شاذة ولا فاذة، يبغي يحكم على الناس، على كل الناس. الله أكبر. يتحرى كلمة ويحكم عليه، يتحرى كلمة ويحكم عليه. قلت له ما كان كذا، العلماء كانوا كذا، ولا بد اتق الله في هذا الأسلوب. العلماء من قبلنا محمد بن عبد الوهاب النجدي وإلى يومنا هذا بارك الله فيكم ما قامت السلفية. كلما تحرك الإنسان حكمت عليه، لا، اصبر، انصحه، غض الطرف عنه ما دام يؤمن بمنهجك وعقيدتك. بارك الله فيه. ترى فيه بعض الضعف، ناصحه. ذكرت له حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين وفي غيرهم. بارك الله فيكم. بحماية الدعوة وفهمها يا أبا علي، اسمع، بحماية الدعوة وفهمها ولمصالح الدعوة وحماية الناس. الآن رأينا آثار هذا التسرع من الشباب والشدة الزائدة. انتهى كلامه رحمه الله. الشيخ من القرآن يقول ما هو حال الشيخين الشيخ محمد الإمام والشيخ أبو الفضل. بارك الله فيكم. هذه المسائل الكبيرة التي ننصح أنفسنا وإخواننا بعدم الخوض فيها وعدم جعلها حديثا لمجالسنا، فهناك علماء يقومون بواجبهم، ونحن كطلاب علم وسائر عامة الناس علينا بارك الله فيكم أن نقبل على ما ينفعنا. أما بالنسبة للشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، فالكلام الحاصل عليه من قبل مثلا الشيخ عبيد حفظه الله وغيره على بشأن الوثيقة التي وقعها مع الرافضة وما انتقد عليه في ذلك، الشيخ الإمام حفظه الله قد بين بارك الله فيكم، قال من عرف عذرنا فعذرنا جزاه الله خيرا، ومن لم يعرف عذرنا فتكلم فينا فلا يسعنا إلا الصبر. هذا كلام الشيخ حفظه الله تعالى. وأما بالنسبة لأبي الفضل نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه وسائر المسلمين إلى كل خير، فقد انتقد عليه ما انتقد وتكلم في الشيخ عبيد، وهذه الأمور تحتاج إلى علاج العلماء لها وإلى ماذا تدارك العلماء لها. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نحن نأمل من كل من وقع في خطأ أو شد أو ند عن العلماء أو عن طريق السلف الصالح أن يعود إلى جادة صوابه، وأن يعينه الله سبحانه وتعالى على إصلاح ما وقع فيه من الأخطاء. بارك الله بالجميع.